لبس الشغل اللي انا لابسه ده مش صدفه، عشان العربيه اللي معايا النهارده لو خدت يوم اجازه اقتصاد البلد كله ممكن يقف. حماره الشغل نيسان صاني ان 17 2025، ودي الفئه الاولى الاوتوماتيك. هكلمكم عن الاكستيريور، انت واسعه جدا، الانتيريور، حاجات اللي ممكن تعجبك، حركه حلوه قوي، الحاجات اللي مش هتعجبك قوي. للاسف مروحه، المحرك وتجربه القياده. طيب محرك العربيه 1500 سي سي، وهقول لك الخلاصه في النيسان صاني. انا احمد عبد ربه، وحاطط المفتاح هنا عشان افتخر بيها ان هي نيسان صاني. يلا بينا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بالنسبه للاكستيريور، انا عموما يعني الناس حافظه النيسان صاني، انا مش هتكلم عنها كتير، بس انا عاجبني بصراحه الكروم دوت. هي فيها فوج لايتس، فيها انوار، هوريكم برضو الانوار. صاج مشهوره جدا جدا ان صاجها خفيف، حتى المفروض ان في حكه هنا وخبط لو انتوا خدتوا بالكم. ده واحد خبط صاحبه العربيه وجرى. هنزل لكم النمر بتاعته، ويا ريت لو حد يقدر يساعدنا، لان حركه مش لطيفه ان انت تخبط حد وتجري، خصوصا ان يا جماعه الموضوع مش هيبقى مكلف قوي ان انت تقف تطمن على الناس. فانا هبقى احط ديت في الفيديو قدام، والنيسان صاني دي في رقبتك انت يا حكومه. نرجع تاني. المقاس الجنوط 185 65، طبعا تصات 15. بالنسبه للخلوص الارضي مش فاكر هو كان 12 سم تقريبا او حاجه، هحط لكم الرقم الصح وهوريكم شكلها. مرايات المفروض ان هي ضم عادي بالايد لان دي الفئه الاولى. ايه تاني يتقال؟ يعني زي ما قلت لكم هي معروفه، يعني مشهوره قوي، يعني الصاج ان لو دبانه خبطت فيها الصاج مع السلامه. نيجي بقى للشكل من ورا، يعني مفيش فيه اي حاجه، صاني مكتوبه هنا ستوب، وديت المفروض بتاعه الراديو. الشنطه بتفتح من زرار الهولد، تداس بيها على زرار تلاقيها كانها اوتوماتيك والله يعني. طبعا شنطه كبيره وواسعه جدا، ويعني ايه مش قادر. دي بقى بجد ممكن لو شرف كان هنا ممكن كان يقفل عليا. لا لدرجه بجد والله يا جماعه، لو انتوا شايفيني انا مرتاح، يعني ممكن انام هنا وياخدوني معاهم. هي شنطه واسعه جدا على الفئه ديت. ده من ورا، نشوف بقى من جوه ايه الاخبار. يلا بينا. بالنسبه بقى للمساحه الداخليه، طولي 178 سم، بصراحه في هيد روم كويسه وفي ني روم كويسه جدا. انا ظابط الكرسي ده على مقاسي، فلا هي العربيه كطول عريضه وتنفع، سوري طويله مش عريضه، وتفر هي العرض هي صغيره جدا، كينزه زي ما بيقولوا. لو جيت تتنقل كده النفق اللي في النص ده ممكن يضايقك شويه، فانتوا ممكن تقعدوا 3 نص نص و2 مرتاحين جدا جدا. عاجبني ان فيها حزام امان لكل اللي موجودين. 3 حزام امان، وطبعا مسند تسند عليه. الخامات كلها قماش، وفي هنا تكييف، بس طبعا للاسف مروحه، هو مش متوصل بالتكييف، ولما كنت مشغله لا مش قوي للاسف، يعني مش هيفيدك، بس تكييف العربيه نفسه كويس، وده اللي انا هقوله لكم قدام. كله بلاستيك يعيش معاك لحد المريخ يعني. دي العربيه من هنا من ورا، شوفها بقى من سماعات اهي، شوفها من قدام. يلا بينا. نيجي بقى من قدام. يعني بصراحه انا مش محتاج اقول، بس طبعا كل حاجه ايدك هتيجي عليها هي بلاستيك، وده طبيعي جدا في الفئه ديت. هتلاقي الفتيس الحلو دوت، هتلاقي فيه ان حته الشيفت لوك ريليز اللي كنت اتكلمت عليها في فيديو الهونداي الانترا الاي دي. هتلاقي ديت الشماسه بتتحط هنا برده بنحطها. في بتاعه سجاير عشان لو انت بتدخن، وما انصحكوش يا جماعه التدخين يسبب الوفاه والحاجات اللي بتبقى مكتوبه ديت. في هنا بصراحه مش عارف دي ايه، لو حد عارف ده المروحه اللي بتجيب لورا. وفي حاجه حلوه قوي يعني كتر خيرهم، عاملين لنا شاشه هنا، بس هي ما فيهاش اندرويد اودو ولا ابل كار بلاي، المفروض ده في اعلى فئه تقريبا. فدي فيها بتشغل من عليها البلوتوث كده، هوريها لكم. ده اهو الانفوتينمنت سيستم، حاجه تقليديه جدا. سيتنجز بطيء جدا بصراحه. نافيجيشن بيفتح لك لو انت ممكن فتحت له واي فاي او حاجه. ميوزك، هو مين اللي انت المفروض هتوصله على البلوتوث وتشغله، فمفيش فيه اي حاجه يعني. تكييف طبعا عادي جدا طبيعي، بس بصراحه التكييف بيبرد كويس جدا جدا. طبعا دي بتاعه النور. وحاجه حلوه قوي برضو، عاملين هنا مرايه للاثنين، الله اكبر، مرايه للكرسي وللي جنبه. والكرسي ده بيتحرك في 6 وضعيات، قدام وورا،
فوق وتحت، طبعا دي بتتحرك، دوت بتتحرك 4 بس، مفيش فيه الفوق والتحت. ده يعتبر كل حاجة. ممكن اوريها لكم هنا، هوريكم طبعا يعني في برضو في طبعا، يا سلام، زرار ESP. تخيل نيسان صاني تقدر تفتح وتقفل فيها الالكترونيك ستابيليتي كنترول، اللي هو يا نهار ابيض، ده التحكم في الانزلاق يا جماعه. دي حاجه اضافه ليها بصراحه في الفئه ديت. في طبعا تقدر تظبط المرايات من هنا، وهنا البنزين والكبوت جنب بعض. في هنا مساحه تخزين، وفي نظاره صاحبه العربيه. كالعاده لو في نظاره لازم اجربها. شكرا جدا ليكي بجد على الريفيو على العربيه. والمرايات برضو تعتيم بس يدوي. في اللوك بتاع الازاز، لوك وانلوك. ده برضو كاب هولدرز في النص. في هنا مساحة تخزين، في هنا مساحة تخزين برضو للراكب. دي شاشة العدادات، فيها المفروض ده بيوريك شوية بيانات كده، العربية ماشية قد ايه، افريج الاستهلاك. المفروض هي اريا، هي افريج 11.4 لتر which is حاجة عالية جدا يعني، بس المفروض ان الطبيعي بيقولوا 8 ل 10 يعني. بس كالعادة الزمارة لا ده زمارة يعني مش عارف اقول هي ايه. لا مش قادر اقول عليها حاجة حتى. حركة حلوة قوي. لو نسيت العربية على الان وقفلت، عايز تخرج المفتاح ما بيخرجش خالص، مش راضي يعني، بيبقى ماسك. غير انت قدامك حلين، ان انت تشغلها تاني طبعا او ترجعها على البي، بعد كده يطلع معاك. حركة جميلة بصراحة. محرك العربيه 1500 سي سي، تنفس طبيعي، حاجه مش عارف 100 وشويه هورس باور. هحط لكم الارقام. والعزم بتاعه مش قوي برده، ودي حاجه بتبقى بتخليه شويه مش موفر في البنزين. متوصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات، عادي جدا، اعتمادي جدا. وده اللي بيخليها مشهوره بقى ان هي عربيه كريم واحمد صاحبي، سوري، كريم واندرايف، كل الحاجات ديت. تعالوا بقى نجرب تجربه السواقه. نوريكم بقى العربيه. ده المفتاح اهو. هوب، بسم الله، شغل. التكييف على طول. دي نظرة بقى عامة كده على الكونسول، وده اللي انا بصور بيه. في حاجة حلوة قوي ان هي بتزمر لو انت جيت تمشي ومش لابس حزام الامان، وبتبقى منورالك كمان. تقفل لوك برضو زي الالنترا LED، بس ما زمرتش ان انا مش لابس حزام الامان. هي نيسان دي المصداقية فين؟ مش بتصفري ليه؟ والله صفرت يا جماعة. يعني اول حاجة بتحسها ان هي مش هقول مريحة قوي، بس هي كويسة يعني. الكرسي بتاعتها مش مريحة ومش وحشة. التيرنينج سيركل بتاعتها انا ملاحظ ان هي كويسة قوي برضو. الستيرنج المفروض ان هو باور، فمش خفيف قوي يعني، بيرجع بس بعد فترة يعني، لازم انت تظبطه. تجربة القيادة بتاعتها يعني برضو، المطبات ما بتحكش في المطبات. الموتور ده يعني مش بتاع دوس، مش ان انت تدوس عليه. ابتدت تصفر اهي، انا مش لابس حزام الامان. خلاص يا ستي ما تزعليش، هلبسه والله هلبسه. بس هي عموما كباور ستيرنج مش تقيلة زي ما قلت لكم. على المطبات مش بتحك الحمد لله. على الطريق أنظمة الأمان اللي فيها 2 ايرباج وABS وABD، والجميل ESP زي ما قلت لكم اللي بتقدر تقفله، الكترونيك ستابيليتي كنترول. شايف الطريق كويس جدا. حاسس ان انا عالي، مش عارف يعني، انا موطيها على اقل حاجه وحاسس ان انا عالي برضه يعني. هل هي حاضره تحت رجليا؟ هي مش بتاعه اداء وكده كده يعني. فرامل، الله اكبر.
فرامل مش وحشه ومش مش احسن حاجه، بس كويسه برضو يعني. احلى حاجه ان العربيه انت تحسها صغنطوطه قوي، فممكن تخش بين اي حاجه. هي رفيعه فعلا يعني، هي رفيعه وطويله مسحوبه كده. بتنسى ليه؟ عندك اي تعليق على العربيه يا شرف؟ لا احلى حاجه ان العربيه بتنزل مفتاح سبير طبعا. حصل اغبى حركه في الدنيا، نسيت المفتاح في الشنطه والعربيه قفلت، وبكلم صاحب العربيه يشوف لنا السبير دلوقتي، وربنا يستر. عايز اقول لك انا الحمد لله فيها دريكسيون. بتاع عندها مميزات الستارتر باك لها عربيه 4 فرد ودريكسيون الحمد لله. مفيش. بس النيسان ماجنايت لسه متقدمه امبارح 875,000 ستارت. لا يا ابني 3 سلندر 700 وشويه. اول فئه، ده اعلى فئه هي اللي ب 800 وشويه تقريبا. استنى، حاسس المطب ده عالي. لا شاطره، ما حكيتش فيه. احسن من رينو لوجان، احسن كتير. من اي عربيه ب 700,000 يعني ب 750 800,000 الرينو لوجان والنيسان رينو قصدي اللي هي الناس بدات تحطها التاليانت. التاليان. التاليانت انا مجربتهاش برضه، بس اسمع عنها ريفيوز حلو. بس بقول لك الناس بدات تحط الصني معاها يعني. ولو اني شايف اي حد عايز يجري ورا ان حاجه طبيعيه واعتماديه وقطع غيرها موجوده وموتور 4 سرعات بيموت عشان يعرف يجمع، احنا كده في المقنع. بينعر قوي بجد يعني. هو كده المفروض على التالت اهو. هي بصراحه مش بتاع الجري خالص يعني. العربيه ده يا اولاد الحلال تجيبوها ليه؟ عشان تشتغلوا بيها. كريم، اوبر، شركه ادويه. وتمشوا بسرعه 80. لو انت شغال في هيرو مش هيرضوا. بجد هيرو ما يرضوش بنزين. ده عشان الامان بتاعها ولا ايه؟ ما بيحبوش لا النيسان صني ولا العربيات الصيني كمان يعني في شركات ادويه ما بترضاش توافق على النيسان صني. انت تجيبها كريم واوبر وعمرك واسترازينيكا لو شركه ادويه. كمان بعد شويه في الكراسي حاسسها مش مريحه قوي. كراسي الهونداي الانترا اي دي طبعا اريح، بس دي مش حاجه تتقارن بيها لان هي فئه اعلى. بس اعتقد لو انت بتسوقها كتير لو هتقارنها بالتويوتا كرولا 2008 نفس الفئة السعرية وفرق 20 سنة بس. ممكن اقول قريبين من بعض، وكانت تكسب دي حاجه بسيطه قوي بس قريبين. يا سلام. والله العظيم تخيل ان هي قريبه من الكورولا، مع احترامي للكورولا. ما 2000 زمار. اللي مضايقني فيها بصراحه حته البنزين مش احسن حاجه يعني. احنا دلوقتي افريج 11 لتر، ودوت تفسيره ان المفروض ان العزم بتاعها مش قوي قوي. لا ممكن تكون محتاج تعمل ريست. 15 لتر لكل 100 10 يعني. هو بيافرج في الحر يعني احنا محتاجين نسيبه شويه يعني. بس هو المفروض ان الناس بتافرج معاها من 8 ل 10. هي بتديني برضو كانت مدياني 11. زي كنت لسه سيبني اقول التفسير بقى. التفسير ان المفروض عزمها 134 نيوتن متر والفتيس 4 سرعات بس. فعزم ضعيف على فتيس 4 سرعات هياخد وقت عشان يجمع، محتاج تدوس عليه فهيسحب بنزين. دي الفكره كلها يعني. بس اوفر اول انت بتتكلم على حاجه كده زي ما بقول لك. لو نازلها عشان شغل، هي قطع غيرها موجوده، عشان اقتصاديه ما في كل حته، فهي طبعا تكسب. وتكييفها كويس بصراحه، تكييفها كويس جدا يعني. انا عامله على 2 وهو المفروض 4 سرعات، فلا تكييفها كويس. الستيرنج زي ما قلت لكم مش اكتر حاجه سموث في الدنيا يعني، بيرجع هو والله، بس طبعا مش مريح قوي يعني زي حاجات كتير في الفئه دي. بس كده يا جماعه، خلاصه في النيسان صني الN 17 2025 تشتريها بما اننا في 2026 وفي حاجات كتير قوي موجوده، خصوصا اختها من نفس الشركه نيسان ماجنايت لسه متقدمه امبارح. في برضو الشيري اريزو، في الشيفروليه الاوبترا. طيب لو انت عايز حاجه تكون عائليه شويه، تكون مصاريف تشغيلها كويسه معقوله معروفه موجوده مرميه في السوق. انت لو رحت البقال تجيب كيس شيبسي اللي هو ب20 ده، ممكن تجيب معاه الفلتر البنزين بتاعها عادي. فانت لو انت بتدور على الحاجات دي، تكييفها كويس باي ذا واي، فاكيد مفيش حاجه زي الصني في الفئه ديت. بس انت تبقى اخد بالك من الجري، تمشي في السرعات المعتدله، خصوصا ما شاء الله فيها ASB يعني. فهي تك في كل الحاجات دي.
غير كده انت ممكن تفكر في البدائل التانية. قولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عايزين تسالوا على عربيه تانية معينه قولوا لي برضه. ما تنساش الشير لايك وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي. باي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى